والله ضحكتيني يا بنت. بتقولي يا حبيبتي؟ ايه؟ ده سؤال برضه؟ لا بعد العشره ده كلها والعمر ده كله بتسأليني بحبك ولا لا؟ ايه؟ هو انا ليا في الدنيا غيرك؟ ده انت امبارح والنهارده وبكره وكل يوم. صدقيني طبعا. ريهام تحب احلف لك؟ يا مصري ما تحلفش، انا مصدقاك. عارف مصدقاك ليه؟ عشان بحبك، واللي بيحب حد بيصدقه حتى لو كان بيكذب. صدقني والله مصدقاك. ايوه. اظبط لي الاضاءه يا ابني هناك. الاضاءه قلت لكم انا مخرج مجنون. يلا يا مان، يلا يا استاذه، يلا يا استاذه. حاضر. المدام عامله لي محشي، عايز اكل محشي. حاضر. يلا يا استاذه احنا جاهزين. حاضر. طيب بطلي حب. خلاص حاضر. حاضر يا مصري بقى، معلش حبيبي، انا هضطر اقفل عشان احنا جاهزين. هطلع على الهوا دلوقتي. يلا باي باي. مع السلامه. مع السلامه ريهام. ريهام خلي بالك من نفسك. حلو قوي. يلا ستاند باي. ستاند باي 4 3 2 1. اعزائي المشاهدين، اسمحوا لي ارحب بالدكتوره ابتسام واسالها بصفتها دكتوره في علم النفس واستاذه برضو في علم الاجتماع عن الشخصيه المتناقضه في تصرفاتها. اتفضلي. اهلا بحضرتك وبالمشاهدين. الحقيقه عايزه اقول ان كل انسان جواه التناقض. عفوا في اتصال. الو. ايوه الدكتوره مع حضرتك. لا انا مش عايزه اكلم الدكتوره، انا عايزه اكلمك انتي يا استاذه يا مذيعه. يا ترى مين معايا؟ مش مهم انا مين، المهم ان جوزك الاستاذ مصري الله يرحمه وجثته هتلاقيها عندك في بير السلم اول ما تدخلي العماره على ايدك اليمين. سلام. يا استاذه هدى اطلعوا فاصل بسرعه. يا دكتوره. دكتوره ايه، انا مقدر طبعا الموقف اللي احنا فيه، بس اهدي يعني. ده انا مش مهم، المهم هي هتقدر تسوق هي في الحاله دي. دي مصيبه 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 مصيبه، والحقيقه انا السبب لان انا كان لازم اعرف مين اللي بيتكلم وهيقول لي ايه على الهوا. دي مسؤوليتي. دي مسكينه مسكينه. هو مين ممكن يقتل جوزها؟ والله هي مذيعه مشهوره وجوزها مشهور، واكيد ليهم اعداء. اعداء لدرجه القتل؟ قتل؟ انت مصدقه حكايه القتل دي؟ الرقم اللي اتصل بيكوا لازم تدوه للبوليس، والبوليس هيتصرف. طبعا البوليس هيتصرف، بس تفتكري مين اللي اتصل ومين اللي فكر يقتل؟ دي مهمه قوي لازم نعرفها. ده السؤال اللي لازم البوليس يعرف اجابته. فين جثة مصر؟ جثته فين؟ جثة ايه يا استاذة؟ والاستاذ مصري مات ولا ايه؟ في يا اسطى هانم، الاستاذ مصري سند بنزل بعربيته دلوقتي وشايفاه من شويه خير. دلوقتي ازاي؟ شفتيه بعينك؟ شفتيه ازاي؟ نمضي اتكلمي. انت بس يا سلام صلي على رسول الله، ايه اللي حصل؟ وانا لسه غسل السلم والسلم زي الفل. الله، يعني مصري ما ماتش؟ يعني مصري بخير؟ مصري كويس؟ ايوه كويس والله العظيم كويس. في ايه مالك يا استاذ هانم؟ هو احنا لينا غير بركه الاستاذ مصري؟ اخرسي يا بنت انت، تتكتمي خالص، فاهمه ولا مش فاهمه؟ في ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اخرسي بقى يا اختي. الحمد لله. رد بقى يا مصري، رد يا مصري بقى، رد. مقتول؟ حرام عليك يا ريهام، مقتول مرة واحدة؟ يا شيخ هتلاقي حد بس من المشاهدين بيهرج معاكي.
لا لا اطمني، انا بسبعة ارواح الحمد لله. لا انا زي الفل، اطمني. مع السلامه، مع السلامه يا ريهام. ايه الموضوع يا استاذ مصري؟ كلمني احكي لي، انا عايزه اعمل موضوع صحفي يكسر الدنيا. لا كسر الدنيا ارجوك بقى، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده خالص، ده موضوع بسيط يعني حد من المشاهير اتصل على مراتي على الهواء قال لها ان انا اتقتلت. يا نهار ابيض، اتقتلت ازاي؟ طب احكي لي، قولي مين اللي قتلك واتقتلت ازاي؟ ها احكي. اقول ايه انت ما صدقتي؟ هو حضرتك صحفيه ولا مجنونه؟ بصراحة أنا جاية النهاردة عشان أحذرك من كتر الكلام اللي عليك وعلى علاقاتك النسائية. العلاقات النسائيه؟ وده ممكن يأثر بعلاقتك الزوجية مع ريهام. لا طمني خالص، وبعدين بطلوا بقى اشاعات كصحفيين يعني. انا علاقتي مراتي زي الفل. حكايه العلاقات النسائيه دي ما فيش اي راجل يعني ما عندوش علاقات وكده يعني. طبعا، وبالذات أنت مش أي راجل. كلمني بقى عن علاقاتك النسائية. انا ايه؟ مش أي راجل. طبعا مش اي راجل. هو الانسه متجوزه ولا مطلقه؟ أرملة. على السلامة. أنا آسفة أوي على اللي حصل في يلا يا جماعه، الاضاءه حلوه، الاضاءه جاهزه، كله واقف مكانه. انت يا استاذ راضي بلاش الحاجات دي، عايزين نشتغل. انا مخرج مجنون، يعني ممكن اقلبها لكم ضلمه، ما بيهمنيش. الحمد لله على السلامه يا دكتور. قلوبنا معاكي والله ومع الدكتور مصري. الحمد لله على السلامه يا استاذه ريهام. واضح انه بتتعرضوا في شغلكم لمواقف صعبه قوي. والله أول مرة أتعرض لموقف زي ده، بس الحمد لله قدر ولطف. بس انا اوعدك يا دكتوره ان انا مش هخلي اي تليفون يدخل على الهوا الا ما اعرف مين وليه وعايز يقول ايه. ده هوا يا جماعه. لا يا جماعه، انا كدكتوره علم نفس لازم تخلص الاتصالات كلها عادي. واضح ان الاستاذه ريهام متمرسه وعندها خبره. ربنا يخليكي، أنا كمان رأيي زي الدكتورة، خلي الاتصالات عادي جدا. الحمد لله خلاص حصل خير. اتصالات عادي؟ طب اوك، جاهزين؟ البريز بتاعك مظبوط؟ ها؟ كله بس. اسمه ايه؟ انا بنسى الاسامي الإربيس حبيبي. انا اصل تعليمي اجنبي. يلا ستاند باي، نجهز. يلا يا راضي، يلا يا سيدي، شغل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، وبعتذر على اللي حصل في حلقة امبارح، وبرحب تاني بالدكتورة ابتسام، دكتورة علم النفس والاجتماع. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك وبالمشاهدين، واحب اقول ان اللي حصل امبارح الو، يدي من الاستاذ فضلك ريهام ممكن اشارك منال، على الهوا ويدي كل المذيعين منال. مع حضرتك؟ أنا بعتذر لك، في مكالمة معاها على الهوا. أيوه. الو. مين معايا؟ طبعا انت عارفه صوتي، بس صدقيني المره دي جد ومش هزار. وعلى العموم لو مش مصدقاني ممكن تكلمي اي حد من جيرانك، هيقولولك ان جثه جوزك الاستاذ مصري كل الشارع واقف حواليها وهي غرقانه في دمها. يا مذيعه يا مشهوره. عطوة البوابة يا سعادة البيت. وانا سعاده شغاله يا بيه، والله بيه ما عملت حاجه، ده الناس كلها بتتقتل، اله رب يقتلهم كلهم الا الاستاذ مصري، والله ضربته زي السكر. خلاص. انت هتحكي لي حكايه؟ انت اسمك ايه؟ محسوبك يا باشا منصور الميكانيكي يا باشا، ومستعد احكي لحضرتك على اي حاجه انا شفتها او حتى ما شفتهاش. هدى عبد الرحيم يا فندم، صحفيه، وعايزه اعرف ايه اخر اخبار ومين القاتل. انت تاني؟ لو سمحت يا مدام، دي قضيه قتل، خلينا نشوف شغلنا بقى. ايوه يا فندم، دي قضيه راي عام، والراي العام لازم يعرف مين القاتل. والله يا سعادة البيه ما قتلته، ده انا خاف اقتل قطه. ولا انا يا بيه، والله ده انا ممكن اتقطع حتت وجدتي تتقطع حتت، ولا الاستاذ مصري يحصل له حاجه. يا باشا عدم المؤاخذه كده، الناس اللي قدام حضرتك دي ما يعرفوش حتى يقتلوا فرخه والمؤاخذه، وبعدين يا باشا احنا كلنا ناس غلابه يعني. مين قال لك يا ابني ان القتل فيكم انتوا؟ امال بخبره حضرتك يا فندم تتوقع مين
قادر افهم احنا ايه ذنبنا في اللي بيحصل ده، وايه علاقتنا بالليله دي. انا راجل مخرج مع نفسي، احب اعمل روائع ماليش دعوه، وهي مذيعه وهي اللي تدخل لي التليفونات، هعمل ايه؟ وانا اشهد على كده، وانا اللي اقترحت اني اتعامل مع الاتصالات عادي. ايوه يا جماعه، بس ريهام برضو مسكينه، دي اتصدمت مرتين على الهوا. وبعدين ما تنسوش ان مصري ده يبقى جوزها. يا ستي واحنا ذنبنا ايه؟ احنا قلنا لك مش جوزها ولا مش جوزها، احنا ذنبنا ايه في البهدله اللي بتحصل لنا دي؟ وتحقيق ونيابه واطلع الدور السادس وانزل الدور الرابع، في ايه؟ في ايه؟ هو صحيح يا استاذ عابد مصري ده يبقى متعدد العلاقات النسائيه زي ما بيقولوا؟ انا سمعت وقريت اخبار كتير عن كده، بس تعالي هنا، ايه دخل الكلام ده في موضوعنا؟ انت صحفيه ولا مخبره؟ لا هي صحفيه كبيره، وما بتنشرش الا الاخبار المثيره الشيقه، وارجوكي حسي بينا، يعني اذكروا محاسن موتاكم. موتانا ده معناه انكم اتاكدتوا ان مصري فعلا اتقتل. ايه ده؟ امال ده كله هزار؟ لا بقى عن اذنكم. عن اذنكم تمشي كده؟ وبعدين يا استاذه انت عندك شك ان هو اتقتل فعلا، وربما ما اتقتلش. اظن بقى مفيش داعي للانكار، كل الادله بتقول ان انت اتكلمت في التليفون المحمول على الهوا في الاستوديو، وانت يا منصور اللي ارتكبت الجريمه. انا هقول كل حاجه، انا هعترف بكل حاجه. يعني خلاص يا باشا، خلاص هتعدمونا، خلاص مستقبلي ومستقبل عيالي خلاص هيضيع، هتعدمونا بجد يا باشا؟ طب بقول لكم ايه، بلاش الكلام ده، انا عايزكم تقولوا لي الحقيقه، ما تكذبوش، فاهمين؟ انا هقول كل حاجه، بس ابوس ايديك بلاش الاعدام. يا باشا والله العظيم يا باشا، انا عندي عيال عايز اربيها، انا بصراحه كده ما قصدتش ان انا اقتله، انا ضربت خبطه صغيره كده على راسه بالاجنه وهو بيركب العربيه، بس هو ده كل اللي عملته. وانا بصراحه كل اللي عملته ان انا سحبته قدام العماره حتى قطع نفسي، وبعدين هربنا. على العموم ربنا ستر ولحقناه، وديناه المستشفى، هو دلوقتي في العنايه المركزه وهيفوق. يعني خلاص يا باشا احنا ممكن نروح، مش هنتعلم ولا حاجه؟ ايوه هنمشي صح كده، هنمشي. لا مش هتمشوا قبل ما احولكوا عن النيابه، بس قبل بقى ما تتحولوا عن النيابه انا عايزكم تحكوا لي بالظبط مين اللي دفع لكم عشان تعملوا العمله دي. ايوه انا اللي عملت كده في جوزي لانه كان خاين، وكل الدنيا عارفه انه خاين، خاني حتى مع الشغاله. ده مش معناه انك تحرضي على قتله يا مدام، انت طبعا عارفه ان جريمه القتل عقوبتها الاعدام. واكتشفتي امتى انه بيخونك يا مدام؟ محدش هيحس بيا ولا يعرف انا قد ايه كنت بموت 1000 مره في اليوم، الا اللي حس وعاش بمراره الخيانه زيي بالظبط. انا عارفه ان انا غلطت ومستعده ادفع الثمن. وايه هو الثمن من وجهه نظرك؟ لو سمحتي يا هانم، لو سمحتي اتفضلي اطلعي بره لغايه ما اكمل التحقيق واحولها للنيابه، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اقول كلمه لجوزي، عايزه اقول له سامحني، انا عملت كده عشان كنت بحبك، انت وصلتني للجنون. ليه تخوني؟ ليه اي زوج او اي زوجه يخونوا بعض؟ ليه؟ حد يقدر يجاوب عليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بيكم، اهلا بحضراتكم، وكل اسبوع وانتم بخير وانتم طيبين، ودايما نلتقي على حب وعلى خير وعلى يوميات مصري. دايما بنحاول طوال الوقت في يوميات مصر نكون همزه وصل حقيقيه ما بين حضراتكم وبين كل مسؤول، ودايما معبرين عنكم وعن طموحاتكم وعن اهدافكم وعن احلامكم. الحقيقه اسمحوا لي النهارده نقول كل سنه واحنا كلنا طيبين، كل سنه واحنا كلنا في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله طيبين بمناسبه نصف شعبان
يا رب يا رب دايما ايامنا كلها خير وبركه، ويا رب يلحقنا برمضان كلنا واحنا بامان وبخير وبحب لهذا الوطن الغالي علينا جميعا. مؤكد كلنا جوانا وجع قوي بسبب اللي حصل للطياره المصريه، وكمان بسبب كل بني ادم وكل انسان ايا كانت جنسيته فقد حياته في هذه الطائره. اكيد ترك اثر جوانا صعب جدا، وكل القنوات اتكلمت في هذا الامر، وكل وسائل الاعلام على مستوى العالم اتكلمت في هذا الموضوع. وايا كان السبب، لازم نكون دايما في الوقت الصعب كلنا ايد واحده، كلنا بندعم المؤسسه الوطنيه للطيران طبعا، لانه في النهايه المستهدف صدقوني مش بس مؤسسه طيران، المستهدف مصر كلها، المستهدف من الخونه مصر كلها اللي قتلوا وشردوا ودمروا بلاد اخرى ودول اخرى، شردوا اهاليها في كل حته في العالم. مش صعب عليهم ومش هيصعب عليهم ابدا ان هم يدمروا مؤسسه مصريه ايا كانت الاسباب، لان حربهم القذره واصله ان هم عجزه، مش عارفين يعملوا اي حاجه معانا كشعب مصري متماسك كله على قلب رجل واحد، الا انهم يحاربونا اقتصاديا. وده اللي لسه مش مصدق هو حر ما يصدقش، اللي لسه مقتنع ان مفيش مؤامره وان الدنيا والحياه بامبي هو حر ما يصدقش. لكن الحروب اللي حاصله للمصريين ضد المصريين من كل حته من معظم الخونه سواء بالداخل او بالخارج واضحه كالشمس، اللي مش شايفها ده محتاج نظاره شمسيه او محتاج نظاره نظر، لكن في النهايه حربهم الاقتصاديه بتاثر بعض الوقت، لكن عمرها ما هتاثر طول الوقت، لاننا كمصريين شفنا، وان شاء الله الحلقه الجايه هسرد لكم تاريخ مصر مع الخونه، لانه لما صديقي المحترم اللواء رجاء مصطفى بعت لي سيره يعني حاجه كده، وراجل امني فراجل كلامه موثق بالنسبه لي، اتضح انه الخونه مش بس الايام دي الحقيقه، ومش بس في الزمن ده ما شاء الله، يعني تاريخنا طويل مع الخونه، لانه دايما كل غازي وكل حد عاوز يهدم في بلدنا مدخله لينا عاده بيكون للاسف الشديد الخونه وضعفاء النفس والمتاجرين بالوطن والمتاجرين بالدين، دايما بيدخلوا لنا من هذه الاشياء. لكن ربنا سبحانه وتعالى حافظ بلدنا، حافظها بارادته وحافظها بجيشنا وشرفاء البلد اللي كانوا ودايما موجودين، لان مصر ولاده، ومصر ولاده لرجال عارفين قيمه مصر كويس قوي. مهما حصل ال5 سنوات اللي فاتوا والضعف اللي شفناه والعذابات اللي عاشها الشعب المصري، بدأ النهارده مصر تنهض، وبقولها بجد. إذا كانوا هم بيسقطوا طائرة، فطائرة مصر الحقيقية القوية بتنهض وبقوة الصاروخ، محدش يقدر علينا طول ما احنا ايد واحدة، طول ما احنا بنحب قياداتنا، طول ما احنا بنحب جيش بلدنا. وبالمناسبة وحاجة برضو معادلة غريبة جدا الحقيقة، وبقولها لهم بقى، بقول ده للخونة والمغردين وتجار الوطن وتجار الدين واللي هم المنتفعين، يعني منتفعين من كل حاجة بتحصل. المنتفعون بقول لهم بمنتهى البساطة، كل ما بتعملوا كارثة حقيقية وبتبقوا فرحانين للأسف في موت بشر، كل ما شعبية رئيس مصر بتزيد. تخيلوا بقى، يعني انتوا بتجيبوا نتيجة عكسية دايما، حتى يعني الغباء متملككم حتى في إدارة أزماتكم من وجهة نظركم. كل ما انتوا بتعملوا كارثة الدولار سعره بيزيد، بنحب السيسي أكتر. في أزمة اقتصادية بنحب السيسي أكتر. في مشكلة مش عارف ايه بنحب مصر أكتر. كل ما انتوا بتعملوا مشاكل من وجهة نظركم بتوقفوا المراكب السايرة، كل ما احنا كشعب كمصريين بنحب رئيس بلدنا أكتر، بنحب جيشنا أكتر، بنحترم قياداتنا بجد أكتر وأكتر. فانتوا افعلوا ما تريدون، واحنا سنواصل المزيد من الحب لقياداتنا دون أي نفاق أو أي مجاملة، لأننا بنفهم. المصريين بيفهموا وبيحسوا بجد. النهارده جاي لي رسالة طويلة جدا هنقراها وهنقول لبعض كل حاجة، لكن عاجبني قوي ان كرتونة رمضان اللي انا كنت شخصيا شايلها، ما بقول يا رب الناس هتجيب منين، مفاجأة بالنسبة لها هقولها اثناء الحلقة. وفي كمان معانا فيديو مهم الاستاذ هشام انيس يا ريت يجهزه، اللي هو كلنا بنهدي ارواح الشهداء، شهداء الوطن وشهداء هذا الحادث الأليم، كلنا بنهديهم. الفيديو ده
وبندعي لهم بجد من قلوبنا ان ربنا يصبر اهاليهم يا رب ويدخلهم فسيح جناته. وفي النهايه احنا ما حدش يملك من امر نفسه شيء، لان ده قضاء وقدر. ايماننا بالله سبحانه وتعالى يجعلنا مؤمنين تماما بالقضاء والقدر. ناخد مدام منى الاول قبل الاعلان. مدام منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. مع حضرتك مدام منى عيبه بنت الاسماعيليه. احسن ناس. وبنت مصر كلها. احسن ناس. طبعا ان شاء الله باذن الله بركه الايام المفترجه دي باذن الله ربنا يحمي البلد يا رب. وكل ازمه ان شاء الله هنعديها بخير وبسلام يا رب. وطبعا احنا بنتكلم ربنا يرحم شهدائنا جميعا، شهداء الوطن وشهداء الواجب. يا رب. كل جميع الشهداء بتاعتنا. يا رب. وطبعا بالنسبه للطيار المصري رحمه الله عليه في الجنه ان شاء الله محمد الشقير. يا رب. طبعا هو من اكفأ الطيارين المصريين، وان الشركه الوطنيه المصريه المصري للطيران مش هنسافر عليها ان شاء الله. كلنا مش هنسافر عليه. مصر باذن الله. صحيح. مصر باذن الله. صحيح. دايما منصوره وكيد الاعادي. الله عليك. ان شاء الله يا الله مصر. عليك. باذن الله للامام وللخير. واي اشاعات ده كلام محدش هيصدقه، وايدينا في ايدين بعض، وهنحب بلدنا الجميله مصر. بلدنا ان شاء الله الخير جاي يا بلادي لك يا رب. حبي وفؤادي. يا رب يا مدام منى. ان شاء الله ايدينا في ايدين بعض. بشكرك جدا يا مدام منى. اللي محدش هيقدر يهزمها يا رب. أبداً. يا رب. باذن الله. يا رب. باذن الله محروسه يا مصر باذن الله. كلامك رائع والله يا مدام منى. محدش هيقدر يفرقنا عن بلدنا وعن اهلنا وعن شعبنا وعن رئيسنا وعن شرطتنا وعن جيشنا العظيم. الله عليك. بشكرك جدا مدام منى. بشكرك يا استاذه منى، وهو ده الروح المصريه الجميله. قبل ما ناخد الفصل الاعلاني عايز اقول لمدام منى ولكل حد بيشوفنا، قلتها من شويه ان كل ما بتحصل ازمه يا مدام منى كل ما احنا بنتماسك اكتر. وبالمناسبه هم دول المصريين اللي مش عارفهم ودارس تاريخهم عمره ما هيفهم يعني ايه مصر. مصر بتحتضن دلوقتي العراقيين والسوريين والتونسيين والاردنيين واللبنانيين واليمنيين والليبيين، بتحتضن جميع الجنسيات العربيه. مصر يا الحضن الامن، مصر يا الدنيا بجد بجد، مش كلام ولا شعارات، بالواقع وبالفعل. واي حد بيفهم يجيب كده ترمومتر كده ويقيس حراره مصر قد ايه وقد ايه الناس بتحبها بجد، وكمان يشوف اي مدينه مصريه فيها كام جنسيه عربيه. ناخد الاعلان اتفضل. بنواصل مشاهدينا كلامنا وبنقول ان كل مدينه مصريه عايش فيها كل الجنسيات العربيه، وده فرصه بصراحه اشكر جدا في صحفيه فرنسيه نشوف صورتها يا استاذ هشام. يعني الصحفيه الفرنسيه اسمها فينيسيان، وهي بتشتغل في الاسواق جريده المسائل الفرنسيه، والست مشكوره قالت ان انا بقدم استقالتي لان اداره الجريده بتطالبها انها تدين مؤسسه الطيران المصريه. تخيلوا حضراتكم قد ايه بعض النفوس الشريره في كل حته في العالم. يعني طياره طالعه من مطار في فرنسا، بدل ما يقولوا طب ازاي وليه وبتاع، بيقولوا للصحفيه انت هاجمي شركه الطيران المصريه علشان مزيد بقى من ايه؟ ان ما فيش سياحه وما فيش. مش مهم، مش عاوزين سياح، ولكن مين هيقدر يستغنى عن مصر؟ الازمه المقصود بها ايه؟ بيستفيدوا من كل حاجه وبيستغلوا كل شيء. الجيش المصري مشكورا بيبحث، دي طبعا البوست اللي كتبته المقال اللي كتبتها الصحفيه الفرنسيه فينيسيان، وهي بتتكلم بمنتهى الوضوح لان هم عندها على الاقل انسانيه مش هقول حاجه ثانيه. وكانت بتتكلم ان هو ده المقصود بالظبط كده، ان احنا نحاول نهز ثقه العالم في مصر سياحيا بقى والطيران لكن بالتجربه وبالوقت وبكل الاشياء بترجع كل حاجه لوقتها تاني وترجع كل حاجه لطبيعتها تاني، وهي دي مصر ما بيزهاش اي ريح. هناخد الاستاذه فوزيه حالا، وعايز قبل اخد الاستاذه فوزيه اشكر السيده نبيله شاهين، انت برضه عندك صورتها هنشوف صورتها بعد شويه، انها اتبرعت بنص فدان لبناء وحده صحيه ومدرسه في قريتها. بشكرها والله جدا. يعني هو ده اللي احنا عاوزين دايما نكون داعمين له.
الاستاذ وليد توفيق طبعا الفنان اللبناني الجميل، اول حد راح نازل تويته على طول وقال انا مش الاستاذه نبيله بشكرها. يعني كلنا ندعم الناس اللي زي كده، الناس اللي بيحبوا البلد بجد، الناس اللي هم يعني بيتبرعوا بما يملكون لاجل هذا الشعب. كمان صديقي المهندس نصر منصور بحييه وبقدره مليون تعظيم سلام من قلب القاهره، بشكرك انه اتبرع برضه بمدرسه للقريه، كتر الف خيره. بقول الفنان وليد توفيق كاتب على طول ان انا بدعم الطيران المصري ومش هسافر غير الطيران المصري. نفس الحكايه اصاله، نفس الحكايه كل نجوم العالم العربي بالكامل، مش بس المصريين. ده المتوقع، ده الطبيعي، ده الطبيعي جدا كمان. استاذه فوزيه مساء الخير. الفل. أهلا. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت بالف خير يا رب. يعني معلش موضوع الطياره دي ولا هيهز شعره في طفل مصري، الله عليكي. ولا هيهز شعره. كل المصريين هتسافر على مصر للطيران وما يهمناش حاجه. الله عليك. واخد بال حضرتك؟ تمام. مصر منصوره ومرفوعه من زمان. عارف اردوغان ده انا كاتبه عنه مقاله يا استاذ، كاتبه القرد غاب. لما جه من شمال غرب الصين حضرتك هو راحوا على تركيا هربانين. تمام. كانوا رحاله يا استاذي الفاضل، كانوا رحاله. فلما راحوا هناك كانت تركيا دي في الوقت ده انا عايزاه يكون سامعني، كانت مسيحيين كلهم، قطعوا الرقبه وقتلوهم وقعدوا. هم واخدين على كده. انت سميتيها يا مدام فوزيه، مسميها ايه؟ اردغان. اسمه ده خان. قرد خان. قرد وخان ولا خان. خان بلده وخان دينه وخان وطنه وخان انسانيته الحقيقه. واحنا مش هيهمنا. صحيح. احنا بنزيد، احنا 90 مليون وده اللي فاضل حاجه بسيطه هنبقى 91. صحيح. يعني اللي عايزه اقوله معلش بعزي اهالي الطياره. وانا قدام ربنا يا استاذ الفاضل انا قلبي بيدمي. صحيح. بيدمي. صحيح. لكن هنطلع على مصر الطيران. مصر ام الدنيا. هي دي. السيسي مرفوع راسه. السيسي احسن واحد جه. هو ده. برافو عليك. برافو عليك يا مدام فوزيه، وده دول المصريين اللي بجد. انا بحييك والله وبحيي مدام منى قبليكي. هو ده، كل ما بتحصل ازمه كل ما حبنا للسيسي هيزيد، حبنا لجيشنا هيزيد، حبنا لبلدنا هيزيد اضعاف. مدام حنان مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا. عارف انا مشكله ان حضرتك الموضوع رياض الاطفال. ايوه. اهلا بيك، اتفضلي. والله يا استاذ جمعه، انا خريجه كليه رياض اطفال السوقي جامعه القاهره. تمام. واتخرجت في دور مايو 97 واخدت درجه معلم اول، وده كان في 9/10/2012. تمام. طبيعه عملنا اصلا يا استاذ جمعه كمعلمه رياض الاطفال طبيعه خاصه. وشغلنا طبيعه خاصه يعني مختلفه خالص عن التعليم الابتدائي او الثانوي او الاعدادي. تمام. يبقى مجهود طبعا، وفي طبيعه العمل من 8 ل 2 وممكن تبقى اكتر من كده لحد ما اخر طفل يمشي عندي. فتره طويله يعني. انا كمعلمه رياض اطفال انا بخش القاعه نظام انشطه مش نظام حصص، ما عنديش فسح لا اولى ولا ثانيه. من ساعه ما بخش القاعه لحد اخر اليوم لحد ما اخر طفل يمشي شغاله. تمام. وده بعون ربنا. تمام. قبل اي حاجه يعني. المشكله فين يا مدام حنان؟ المفروض طبيعتنا احنا كمعلمات احنا هيبقى 2 معلمه في القاعه زائد عامله مش عامل. تمام. ماشي يا استاذ جمعه. دلوقتي احنا عندنا عجز في رياض الاطفال كمعلمات. انا ممكن اتنين لوحدي في القاعه طول اليوم. تمام. من بدايه اليوم لحد نهايته. تمام. ودلوقتي الدوله اتجاهها ان لازم كل المدارس يبقى فيها قاعات لرياض الاطفال. طب منين حضرتك احنا بنفتح قاعات ومنين في عجز؟ انا دلوقتي اترقيت كمعلم اول رياض اطفال، المفروض انا اخد ترقيه وكيله. وقاسم الترقيه ديت علشان اتنيني اسد العجز. يعني هي المشكله شخصيه يا مدام حنان ولا مشكله عامه؟ لا مش عامه، لينا كلنا. ايه المطلوب؟ على مستوى المحافظات والاكثر محافظه المنوفيه. المطلوب يا فندم. انا دلوقتي جاي لي قرار انني تقوم المعلمه المشرفه بالاشراف الى جانب دخول القاعه تقديم الانشطه للاطفال. طب حضرتك انا لما اكون انا لوحدي في القاعه ازاي هشرف على القاعات الثانيه وازاي هقدم الانشطه لرياض الاطفال؟ طب مدام حنان انا عاوز بعد اذن حضرتك انت اكثر درايه بالموضوع، وجهي رسالتك لوزير التعليم تقولي له ايه المطلوب؟ انا اقول له الرحمه بينا، الرحمه بينا، وعايزين حد يتعاون معانا
وانا عايزه حقي في حقي فين في ترقيتي زي بقيه المعلمين. يعني المطلوب ترقية المعلمات. حضرتك بيبقى له نصاب بيخف عنه النصاب في العمل. انا دلوقتي حضرتك صحتي انا خريجه 97 وتعبت 97. انا صحتي دلوقتي طيب. زي ما طب انا اسالك على حاجه معلش، ممكن نعمل زي مذكره لوزير التعليم وتمضوا عليها على الاقل 20 معلمه وتبعتوها لنا؟ ممكن بس حضرتك انا خطبت وبعت الوزاره السنه اللي فاتت الكلام ده ولا حياه لمن تنادي، ورحنا للمحافظ. طب نجرب السنه دي، واحنا هنكون داعمين ليكم وان شاء الله نوصل صوتكم للوزير. احنا كل اللي بنطلبه من حضراتكم ترقيتنا كزي بقيه المراحل التعليميه. ليه انا باخدش ترقيه وكيل لحد ما انا اجي اقدم الاوراق يقولوا لا ما فيش ترقيه علشان تتنيكي سد العجز؟ انا هتنيني كده لحد ما اطلع المعاش في قلب القاع. فهمتك. طيب انا بشكرك يا مدام حنان جدا، وصلتني المعلومه. وعلى فكره اخطر مرحله ممكن بيمر بها الانسان هي مرحله الطفوله ديت. انتوا مهمتكم مهمه جدا جدا، يعني من اخطر الوظائف وظيفه مربيه الاطفال او مدرسه الاطفال في مرحله رياض الاطفال او في الحضانه والكي جي 1 والكي جي 2 والبري كي جي كمان ما قبل ده مهم جدا، لانه البدايه بتكون من عندكم. يعني بدايه التربيه انتوا بتشاركوا الاباء والامهات تربيه اطفالهم، فمهم قوي الاهتمام بيكم ايضا. مش معقول بطلب من الشخص شيء يعمله وهو نفسه مش واخد حقوقه. بشكرك جدا يا مدام حنان، وان شاء الله نوصل صوتك لوزير التعليم، وانا واثق ان الراجل متعاون جدا مع الاعلام، وان شاء الله يا رب ياخد قرار في صالحكم باذن الله. بس رجاء تبعتوا لي مذكره فيها كل التفاصيل وماضيين عليها كلكم، علشان يبقى فيها نوع من انواع ما تبقاش مشكله شخصيه او مشكله فرديه. عاوز اقول حاجه مهمه الحقيقه جدا بمناسبه المشاكل العجيبه اللي احنا بنعيشها. جاي لي من بعض الاشخاص الاعزاء جدا في العراق مشكله، بيعانوا وبيشتكوا من وجود شخص عامل هناك ريان كبير. يعني ايه ريان كبير؟ يعني نصب على اهله، بدأ باهله اسرته، نصب على واحد منهم ب 94,000 دولار، نصب على طالبه جامعه خلاها سابت خطيبها اللي خطيبها راح وداله فلوسه كلها، وبعدين تسبب انه لما هرب الفلوس ان هذا الخطيب ساب الطالبه. نصب على ارمله بايتامها، نصب على عدد كبير من الناس، واخذ هذه الدولارات وجا مصر. احنا معانا صورته الحقيقه، ومعايا كمان كل البيانات الخاصه بيه. انا اولا بحذر منه، يعني هو موجود في مصر بينصب على العراقيين تحديدا، وقال انه موجود تقريبا في اكتوبر او الشيخ زايد. بحذر من هذا الشخص، ولو صورته متاحه يا استاذ هشام نشوفه، لانه الناس الضحايا بيعانوا المر وبيبكوا بالدم بحثا عن اموالهم وبحثا عن حقوقهم. وهو له اخ يعني عامل صورته موجوده على الشاشه، وهو ده موجود حاليا في مصر. احنا بنحذر منه جدا، بنحذر المصريين والعراقيين والسوريين والاردنيين والليبيين وكله، بنحذر كل الجنسيات من هذا الشخص، لانه مطلوب قانونا ومطلوب عشائريا هناك في العراق. وكمان له اخ كان شغال في وزاره الدفاع العراقيه وطفش بفلوسهم راح تركيا، وهذا الشخص ايضا مطلوب دوليا، اخوه اللي اسمه خالد. فالفكره ان احنا بنحذر اولا من التعامل مع هذا الشخص. ثانيا بنطالب بقى الجهات الامنيه المصريه انها لازم تقبض على هذا الشخص، لانه خطر. كأن احنا كمصريين ناقصين كمان واحد يجي ينصب علينا. ده بيسموه هناك ريان العراق، يعني بياخد فلوس الناس على امل انه هيرجعها لهم مضاعفه ثم يهرب بيها. النهارده بنتكلم بشكل تلميحي عنه، لكن مش هنسيب هذا الملف لحد ما نصل له. وبطمن كل الضحايا اللي بيشوفوني دلوقتي في العراق تحديدا، بقول لهم احنا قلبا وقالبا معاكم، لانه هدفنا في النهايه دايما نكون فاعلين للحق وللخير باذن الله، وما فيش حد هيروح حقه، واحنا معاكم قلبا وقالبا. بحذر منه بشده هذا الشخص النصاب مؤقتا لحد ما نصل له باذن الله تعالى قريبا جدا، يكون في يد العداله المصريه اولا ثم العداله الدوليه، لانه يعني مش هيفلت ابدا من العقاب باذن الله. مين يا استاذ هاني؟ استاذ رمضان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الله يسلمك يا استاذ. اتفضل. عم ابعت للسيد الرئيس ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه
واحنا ان شاء الله ورد بامر الله. وانا ببعت رساله برضه لسيد المحافظ ولا سياده المحافظ ان ليا بيت في مشيد ناصر وسياده رئيس الحي نفسه، واطلب من سيادتكم جميعا تقفوا معي. انا راجل مريض ومعايا 5 ايتام وظروفه والله تعبانه، ونزلت في كذا جريده الجمهوريه ومصر اليوم والاخبار. المطلوب ايه يا استاذ رمضان؟ سيادتك وحده سكنيه. مطلوب ايه؟ وحده سكنيه مصريه. لا مش سامع كويس. الخط فصل، معلش اتصل تاني وسيب المعلومه مع زمايلنا في الكنترول، وطبعا نقف معاك، ده حقك تماما، احنا كلنا في خدمتك. مسبيرو وتلفزيون مصر بالكامل هدفه اساسا نكون دايما مع الضعفاء والمحتاجين. مش كل مره هنقول عمل ايه مشاهير واثرياء الوطن لبسطاء الوطن، احنا كمان عملنا ايه؟ ده دورنا وبنعمله بمنتهى الجديه وبامانه. يعني فرصه احيي مسبيرو واحيي قناه القاهره واحيي طبعا مدام صفاء حجازي ورئيس القطاع وكل القيادات على تغطيتهم لحادث الطائره، كانوا فوق الروعه. انا ياما انتقدتهم النهارده والاسبوع ده كتبت الحقيقه عملوا تغطيه رائعه. بكون فخور وانا بسمع القنوات الاخرى يقولوا نقلا عن التلفزيون المصري، بيقولوا المعلومه صح في الوقت الصح. هو ده المهنيه وده الاحتراف وده اللي احنا متوقعينه دايما من التلفزيون المصري. في حاجه عجباني قوي الحقيقه، اللي هو الكرتونه اللي قالوا عليها، طبعا قرينا كتير قوي ان الدنيا نار. هقولها بسرعه جدا. كرتونه رمضان كل سنه وانتم طيبين، عشان كلنا بقى كل القادرين يجيبوها للبسطاء وللغلابه واحنا متعودين على دوت. الكرتونه اللي فيها رز وسمن وسكر وزيت ومكرونه وشاي وصلصه وفول تدميس. فول اللي هو الفول المصري يعني. اقولها تاني: رز وسمن وسكر وزيت ومكرونه وشاي وصلصه وفول. كل هذا اللي انا قلته ب 30 جنيه. يعني حقيقي، ده كلام حقيقي. بشكر وزاره التموين وبشكر وزاره الدفاع ان هم داعمين وعاملين ده. اي حد بقى بيقول ده وصلت 150 جنيه، ده مش عارف ايه، ده الاسعار، ده السكر بكام والرز بكام، الكلام واقعي جدا جدا. الاستاذ هشام لو عندك معلومه ده قول لي برضه، لانه ده اساسي بالنسبه للمصريين. وده متوفر فين؟ في كل السوبر ماركتات وفي كل المجمعات الخاصه بمنافذ وزاره التموين، وموجوده في السوبر ماركتات الكبيره اللي هي السوبر ماركتات الكبيره اللي هي موجود فيها الكرتونه بالكامل ب 30 جنيه. يعني يا بلاش، ارخص من كده مفيش في الدنيا. عارفين 30 جنيه يعني كام تقريبا؟ دولار او غيره. انا عايز بس اعرفكم ان الحياه في مصر رغم كل اللي انتوا بتقولوه ده وكل اللجان الالكترونيه اللي حاصله اللي هي السلبيه واللي بتاخد من روحنا المعنويه، كل اللي حاصل دوت، ومع ذلك الاسعار في مصر يقدر عليها افقر حد. اقولها بشكل تاني: افقر حد في مصر غني. صدقوني والله. غني بايه؟ غني بانه عايش ببساطه، بكرامته، بكبريائه، بانسانيته. حكيت الاسبوع اللي فات عن الشخص الجميل اللي راح يصلح تكييف في مدينه العاشر من رمضان، فاللي بيصلح له التكييف عمال ناخد الاستاذه امل طبعا. وانا اقول لكم على حكايه هذا الرجل الجميل. استاذه امل، مساء الخير. ايوه مساء النور يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طبعا مشكله رياض الاطفال انا مهتم بها جدا. انا بس حابه اوضح نقاط تانية. هي الزميله الاستاذ حنان يعني ايه ما اشرتش ليها برضه، فانا حابه يعني اوضح الموضوع تحت امرك. لان الموضوع يعني صراحه بصوره عامه مش حاجه بصفه شخصيه ولا اي حاجه. تمام. اولا دلوقتي احنا بالنسبه لرياض الاطفال مفيش اي عاملات، يعني حضرتك متخيل لما يبقى اطفال من غير عاملات اساسيات معانا بيجبرونا ان احنا بنضطر نلم تبرعات كل سنه مع المصروفات بتاعه الاطفال، واحنا كده يعني احنا دلوقتي كده من ناحيه غلط ان احنا نلم تبرعات دي. طبعا لو الاداره عرفت بنبقى احنا ممكن نتحول ليه بتلموا تبرعات؟ ومفيش اي حل تاني. طب احنا نعمل ايه؟ ليه بتجمعوها اساسا يا مدام امل؟ نعم؟ ليه بتجمعوا تبرعات ليه؟ طب نعمل ايه؟ مفيش عاملات. حضرتك متخيل رياض اطفال من غير داده؟ طب مين اللي هيقوم بدور الداده؟ مفيش عامله اساسيه، وطالبنا اكتر من مره الوزاره، طالبنا الناس مفيش، يقول لك مفيش امكانيات، مفيش فلوس، مفيش. طب وبعدين يرموا على مين؟ على المعلمه. المعلمه نضطر ان احنا نلم من اولياء الامور عشان خاطر نجيب لهم داده تودي ولادهم ابسط الامور في الحمام. هنعمل ايه طيب؟ تمام. هتنظف كمان القاعات، مش هتنظف الكلام. لا هم عندهم كل ده غلط. الوزاره بتغلطنا في ان احنا بنلم تبرعات. طب وفروا لنا انتوا. بس اقول لك حاجه بصراحه، يعني ده انا بكلمك بقى كولي امر. هو غلط. طب ماشي غلط. طب حضرتك هنا نعمل اللي احنا بنعمله ده، ان احنا نلجا للوزاره، لان انتوا مش قطاع خاص، انتوا المفروض اول سنه
رياض الاطفال مش لسه بقالها سنه او اتنين في اتنشأ ده رياض الاطفال من 93 وفي حضانات في المدارس الابتدائيه. يعني فين الوزاره من الكلام ده؟ ما هو احنا بنقول لحضرتك ما حدش حاسس بينا، صحيح. ما حدش عارف ايه مشاكل. عارفه للاسف شايفينكم ايه من وجهه نظرهم بقى، اعتقد يعني في التعليم شايفينكم مرحله مش مهمه. ايوه. يعني اقل اهميه من الثانوي والاعدادي والابتدائي. وبعدين عمالين يثقلوا عبء المعلمات بشغل. يعني صحيح. انا مش عارفه هل المعلمه هتلاحظ الطفل ولا هتعمل سجلات ولا هتحضر هي خطه سنويه عشان منهج هي تقعد تمشي عليه. يعني احنا كمان مش بتوفر لنا مناهج. انا عايز اسالك سؤال اخير يا مدام امل معلش، وانا هطلب من حضرتك انك لازم تعملوا لي مذكره وهنوصلها لوزير التعليم وزميلنا بشير حسن هيتولى الامر. بس الفكره انت كمدرسه بتكوني مستمتعه وانت في شغلك مع الاطفال؟ انا مش مستمتعه حاليا من كتر العبء اللي عمالين يذكروه علينا من الضغوط. بقى المفروض ان القاعه لا يزيد عددها عن 36 طفل. كل سنه يعملوا لنا موضوع جديد. السنه دي ابسط الامور وصلوا قاعه رياض الاطفال ل 50 طفل. 50 طفل من على معلمه واحده. 50 طفل بتدخل من الساعه 8 المفروض انها ما تطلعش الا الساعه 2. طب ازاي؟ اني ام حتى يعني احنا نعتبر امهات للاطفال. اني ام تقدر تقعد ب 50 طفل من الساعه 8 للساعه 2؟ عندك حق. انتوا كم معلمه في المرحله دي تقريبا يعني؟ لا ما اقدرش احدد كتير. احنا كل المحافظات فيها رياض اطفال كبيره جدا. بس عجز بقى صارخ. مفيش تعيينات لرياض الاطفال. على ما بيعملوا بقى تعاقدات والكلام ده اللي بيجي اعداد بسيطه ما تسدش العجز اللي موجود. وفي نفس الوقت من ناحيه ثانيه نازلين في فتح قاعات. يعني اقل مدرسه دلوقتي ما بتفتحش اقل من 4-5 قاعات. يعني بيزودوا القاعات ويقللوا مفيش مدرسات. معلمات. طب وفروا بقى المعلمات. يعني احنا المرحله دي مهمه جدا. لو اتنفذت صح لو اتعملت صح هيبقى يعني بجد عارفه انا بحييكوا جدا على شجاعتكم. انا بشكر حضرتك جدا يا مدام امل، بشكرك جدا جدا. وانا الحقيقه يعني مهتم قوي بالموضوع ده لانه قلتها من شويه مرحله مهمه بل في منتهى الاهميه اللي هي انت بتغرسي. ده بدايه الغرس اللي هو بعد كده النبت هيكون شكله ايه. وانتوا تحت اي ظروف ده انتوا في النهايه امهات وفي النهايه مسؤولات. ده مسؤوليه كبيره جدا امام ربنا سبحانه وتعالى ثم امام ضمائركن جميعا يعني. لكن حقيقي عمالين يزودوا عليكم العبء وفي نفس الوقت يعني عددكم قليل ومفيش اي اهتمام. احتمال بيفكر وزير التعليم انه مرحله الحضانه غير مرحله الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي واخدها كده بالاهميه اعتقد ان هي اهم من الثانوي بصراحه بجد يعني. اعتقد ده واثق في ده واتمنى تعملوا لي المذكره اللي طلبناها لانه مهمه قوي 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 علشان نوصلها للوزير مكتوبه. وده دورنا كاعلام نوصل صوتكم للمسؤول. بسرعه هقول لحضراتكم الحقيقه الجمله دي لانها مهمه جدا الحقيقه. مهمه لها معنى، لها 1000 مليون معنى. 1000 مليون معنى. المواطن المصري الجميل بيصلح التكييف فما لقاش قدامه غير شاب سوري بيصلح له التكييف. وهو بيصلح التكييف معاه بيحكي معاه يعني بيقول له انت دارس ايه ومذاكر ايه وكذا وسايب بيتك هناك في سوريا وسايب بلدك وسايب اهلك. فالشاب السوري قال له اتمنى يكون ليا بيت في سوريا، بيتي هدم وعيلتي شردت. وفي كلامه قال له وعيادتي العياده بتاعته كمان تم هدمها. فقال له عيادتك انت بتشتغل ايه؟ قال له دكتور اطفال. قال له انت خريج طب، طب ليه ما بتشتغلش هنا في مصر دكتور؟ قال له لان طبعا وزاره الصحه المصريه بترفض ده، لازم يحصل معادله للشهاده. قال له طب ايه بتشتغل بتصلح تكييفات ليه؟ قال له كانت هوايه وانا صغير. فبقى يعني بيعيش هو لاحظ عليه انه عمال يتكلم عن رئيس الدوله وعن كذا وعن كذا. واحنا طبعا كمصريين عندنا دايما نحب نبقى معترضين لا لشيء الا للاعتراض. فالراجل وهو بيحاسبه اخذ منه ال50 جنيه وبيقول له رجع لي بيتي اللي في سوريا وعيادتي. شوفوا الجمله دي يا جماعه ركزوا فيها لان ده هدف الخونه وهدف اعداء وقوى الشر حوالينا. قال له انا يرجع لي بيتي في سوريا وعيادتي واهلي ويحكمني نتنياهو. تخيلوا حضراتكم الجمله وقد ايه قاسيه. يعني وصلونا كعرب ان احنا نفرح باعدائنا يحكمونا طالما هيوفروا لنا الامان، طالما هيوفروا لنا بيوتنا واهالينا وحياتنا وعملنا. ده انا بقول ده للمصريين اللي ضعاف النظر، بقول ده للمصريين اللي ما عندهمش فكره عن الحاصل في حوالينا ايه. واللي قالته قبل كده الصديقه العزيزه الجميله اللي انا بحبها جدا جدا وبحترمها جدا وبتمنى كل المصريين يحبوا مصر زي ما هي بتحب مصر،
الاستاذه ساره بن سعد، بشكرها وبحييها بجد على الهوا، وبقول لها حقيقي كتر الف خيرك، ويا رب كل المصريين يسمعوا لك ويعرفوا انك حبك لمصر نابع من تجربتك في الغربه. وقالت نفس الكلام برضه زميلتنا الاستاذه الهنوف وكمان الاستاذه رنا، بشكرهم جدا. وبشكر يسرى اللوزي، يسرى الناصر هي اللي بعتت لي مشكله العراق اللي احنا شفناها وحكت لي كل تفاصيل، وهي صحفيه شاطره جدا في كندا، عراقيه في كندا. عايز اقول ان كل ده حاصل تشتيت وتشتت لشعوبنا والاهالينا. وشفنا قبل كده تجربه الاستاذ محمد العراقي اللي هو حكى لنا قد ايه راح لحد فنلندا وطلعوه من زوجته ورجعوه بلده بدون اي شيء. نقول مساء الخير. مين؟ الحاج وهدان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. احسن ناس اسيوط. ازيك يا باشا؟ اجدع ناس والله. اتفضل. الله يحفظك، الله يبارك فيك يا بيه. تعازينا والله في ضحايا الطياره ان شاء الله، يعني يا رب ربنا يلهمهم الصبر جميعا. هقول لسيادتك والله يا بيه، انا راجل محارب قديم من ضمن حرب 73، وكنت خدمت 3 سنين مع الفريق الشرقي تمام في جنوب البحارات. تمام. وبعدين انا كنت انا وثلاثه، كان لي اخ في التلفزيون، كان في المدرعات في الفرقه الرابعه، واحد دكتور كان في قناه الصواريخ. تمام. المهم كان معانا منزل وارثه عن والدي. تمام. بعد ما دينا رخصناه وعملناه وبنيناه وطلع به رخصه من سنه 76، فقالوا ده املاك دوله. فالمهم دخلنا في حكم انا والدوله، ثمنوه بسعر غالي، فهم دخلنا في المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه حكمت لي بالسعر بالمثل. المهم من 2005 على وزير الزراعه ومحافظ اسيوط ورئيس المدينه ومدير الاملاك، واخيرا اللي هو رئيس مجلس الاداره بتاع الاصلاح الزراعي يقول يرفض الحكم. ازاي هو مش شريح حكم قضائي واحنا دوله قانون بيرفضه؟ مين اللي بيرفض الحكم؟ تبع الاعدام. استاذ وهدان. رفضوا رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. طيب يعني انت واخد حكم محكمه بالفعل؟ واخد حكم محكمه وهم رافضين تنفيذه من 2005. طيب انا بشكرك وسيب رقمك هنكلمك، لانه احنا عايزين نفعل دوله القانون، وسمعنا الرئيس بنفسه بيقول احنا دوله قانون. فالقصه بتاعه المشاكل انا مش عايز اتدخل فيها خالص، الصحفيين واللي حصل فيها في الفتره الاخيره، قال احنا دوله قانون، مفيش حاجه اسمها حد ضد او فوق القانون مهما كان هو مين. فانت طبعا حقك تماما يا استاذ وهدان، وهنكلمك وهناخد منك البيانات وهنساعدك وندعمك طالما صاحب حق. فاصل اعلاني سريع ثم نواصل. الحقيقه يعني الحاج وهدان كلامه جميل، ولكن فعلا لو احترمنا القانون واحترمنا دولة القانون هنفضل طول عمرنا عارفين يعني ايه قانون. وشفنا قبل كده وقدمنا لحضراتكم فيديوهات ملكة انجلترا نفسها بتنفذ القانون على نفسها قبل على اي حد تاني، فده شيء ما فيش فيه هزار. وهنكلمك يا استاذ وهدان. عاجبني قوي مذكرة كبيرة جدا لوزير التموين انه ان شاء الله نوصلها له، لانه زمايلنا يعني جابوا لنا المذكره وكل اللي ماضيين عليها الاستاذ اشرف بدر زكي والاستاذ محمود سيد والاستاذ عبد الحكيم عبد الله والاستاذه عائشه سيد والاستاذه هويده ابو شناق وعصمت سالم وحسين عويس محمد جمال مسعود محمد زكي. كل دول عاملين مذكره لوزير التموين انه عاوزين يتعاملوا زيهم زي المخبز، لان هم حسوا انه المخابز بتميز عنهم، هم اصحاب مخازن وما عندهمش مزايا المخابز. هنوصلها حاضر اهي معايا، وانا هوصلها بنفسي للدكتور او الوزير خالد حنفي، وان شاء الله اثق انه هياخد قرار في الموضوع ده. بحاول بشتى الطرق نجمع ما بين حبنا لبلدنا ونحل مشاكلنا، ولكن المشاكل العامه. اما المشاكل الشخصيه او الخاصه او اللي بتكون يعني شويه تخص شخص فقط، بنحاول دايما تكون في برامج اخرى موجوده برضه في قناه القاهره. اعتقد عندنا برامج كتيره مهتمه بهذا الامر. اكدنا على موضوع
هذا النصاب العراقي. وبنقول تاني للمره الثانيه ان الاسبوع اللي جاي كنت هكلم المحامي النهارده، ما اعرفش متاح تليفونه ولا لا لو يا استاذ هاني، لانه محامي مصري ايضا تم برضه توكيله من بعض الضحايا بحيث ان هم يعني يجدوا اي حلول. بنحذر منه جدا وبنقول للكل خلوا بالكم، لانه في النهايه هو الراجل اسمه محمود خالد العمري. هذا الرجل يعني خطير، نصاب خطير زي ما هم بيقولوا، ومطلوب قانونيا ودوليا وكل شيء، وللاسف نصب على حتى اقاربه اقرب الناس له، فناخد بالنا منه تماما، لانه الحقيقه ما خلاش حد حتى سواق التاكسي نصب عليه. يعني شيء كده والعياذ بالله، ربنا يحفظ الناس من الاشرار. دايما بدعم اللي بيشتغل باخلاص وبحب. بشكر جدا مدام رحاب القباني، بشكرها قوي الحقيقه هي والدكتوره ريهان، لان هم برضه من محبين الخير قوي. عايزين نقول احنا رايحين بقى دلوقتي على شهر رمضان. ايه اللي بنستعد له لشهر رمضان؟ هل كلنا طول السنه بنعمل سيئات عشان نيجي في رمضان نعمل حسنات وخلاص؟ ولا تعالوا بقى كده نفكر ازاي ندعم بلدنا في ال15 يوم الباقيين عشان ندخل رمضان كلنا كمصريين واحنا حاسين ان احنا عاملين حاجه صح. فين الحملات والمبادرات بتاعتنا كمصريين؟ مش موضوع شنطه رمضان مش ده بس، في حاجات اهم شويه، في حاجات حاسين ببعض الفقير والغني في كل حته، عارفين بعض كويس. اللي متعود ياخد شنطه رمضان من حته بيروح ياخدها يلاقيها ان شاء الله. السنه دي يمكن واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها كان قليل قوي موائد الرحمن. في فكره جايه لي من الدكتوره سحر بتقول اللي بيصرف على موائد الرحمن، ومعلش انا بطرحها برضه نفكر فيها ليه لا. كل اللي بيتم صرفه على موائد الرحمن من القادرين ماديا واللي عاملينها بشيء من انواع يعني البهرجه، والشيء وكمان كل اللي بيصرف على موضوع العمره في رمضان كل سنه، وكل اللي بيصرف على اللي بيسموها بقى الاضاءات والفوانيس والحاجات المكلفه جدا، لو كل هذه المبالغ تم تجميعها واتحطت في صندوق دعم مصر، ليه لا؟ نفكر فيها بدون برضه ما نحس ان احنا كده هيبقى ناقص حاجه خالص. انا ناوي اعمل شيء، اعمل عمره، العمره دي هتكلفني 10000 جنيه، لو دعمت بلدي بال 10000 جنيه في الظروف اللي احنا فيها، هل ده يعني صح ولا غلط ولا حرام ولا حلال ولا شيء مطلوب مقبول ولا مش مقبول؟ نفكر فيه. وبرضه خلينا اوبن مايند كده، ليه لا؟ يعني كل فكره تطرح نفكر فيها بايجابيه، ليه لا؟ ايه يمنع ان انا ادعم بلدي بده؟ اللي بيعمل 10 عمرات كل سنه، عمره واثنين وثلاثه، واللي بيعمل موائد رحمن بهدف البهرجه وهو عارف انه بياكل بس او بيقعدوا فيها هو واصحابه، او يعني كلنا عارفين اللي فيها، اخلاصنا لبلدنا وحبنا لبلدنا يخلينا نفكر في ده؟ ولا السلوك الفردي هو هيفضل هو المسيطر، وان انا عاوز يتقال لي انك كده نزل صورتي على الفيس ان انا رحت عملت عمره او عامل مائده رحمن او عامل شنط رمضان؟ هل ده بقى اهم عندنا من الفعل الخير اللي بجد؟ الحاجه الثانيه والاساسيه اللي بتكمل فكره الدكتوره سحر، وهي الدكتوره سحر عبد الله برضه من الخيرين جدا الحقيقه. حاضر. بتقول المشاهير الكبار الاثرياء. عجبني جدا محمد صبحي في برنامجه عامل حاله كده والعشوائيات ومهتم. بيسالوني كتير من الناس فين عادل امام، فين عمرو دياب، فين نجومنا، فين الناس اللي بتاخد فلوس كتير في اعمالهم الفنيه، فين رجال الاعمال الكبار، ايه موضوع الصفقه اللي حصلت مع ابو هشيمه وساويرس، فين الشعب من ده؟ خلي بالكم انا بقالي حلقتين ثلاثه ما بتكلمش على الاعلام ولعبه في دماغه الناس، لكن احنا بنتكلم اهو انسانيا، داخلين على رمضان يعني كلنا نحس ببعض. تعالوا نفكر، انتاج 33 مسلسل درامي لرمضان لوحده هيفيد بلدنا في ايه؟ وهل يا ترى الرساله اللي بتحملها او بيحملها كل مسلسل فيها بقى مسلسل وطني، في مسلسل ديني، في مسلسل تاريخي، في مسلسل تعليمي توعوي، في حاجه من ده؟ ولا هنفاجئ زي كل سنه بمشاهد خارجه والفاظ خارجه ودراما خليعه وحاجات ملناش اي علاقه بيها خالص خالص كمصريين؟ نفكر ونبحث كلنا عن اجابه، لان قبل رمضان هنقول هنقاطع ايه ومش هنقاطع ايه، هنشوف ايه ومش هنشوف ايه. واحنا كبرنامج يوميات مصري وكجمعه قبيل الصحفي اللي ده شغلي اساسا، هكون امين جدا مع حضراتكم وهقول لكم بمسلسل ايه اللي يستاهل نضيع وقتنا فيه، ومسلسلات ايه اللي لا تستحق لا هي ولا صناعها ان احنا حتى
نشير اليها. استاذ علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. معلش اخر تليفون معانا عشان وقتنا، اتفضل استاذ علي. السلام ورحمة الله. اتفضل يا فندم اتفضل. والله كان بدي المشاركة بالنسبة للأستاذ اللي هو السوري اللي كان بيصلح التكييف. تمام. أنا عندي لما أقدر بس عندي صدى صوتي كبير. انا هسمعك، حضرتك اتكلم وانا هسمعك. الراجل السوري ده اللي قال سلمني بيت والصيدلية بتاعتي. طبعا هو سوري ودكتور. تمام. وأراد في الآخر إن هو يبقى حاجته موجودة بس يبقى يحكمه نتنياهو. تمام. اللي هو رئيس وزراء إسرائيل. يعني يحكموا اي حد في الدنيا، يعني مش فارق معاه مين يحكم. مظبوط. لا هو اتحدد نتنياهو اللي هو من إسرائيل. تمام. إسرائيل تعرف إنها أكبر دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط. ديمقراطية شكلية مش ديمقراطية حقيقية. نعم. تمام سامعك اتفضل. فطبعا هو اختار ان هو يحكمه رئيس وزراء اسرائيل. انا كنت بتكلم بس للتوضيح. تمام. لان احنا عندنا في الشعوب العربيه بالتحديد الديمقراطيه لها ميزان عندهم غير اسرائيل. تمام. فدي بس كنت حبيت انوه عليها. تمام. بس عشان حضرتك اوكي. يعني ايه، بشكرك يا استاذ علي واسمعني، بشكرك واسمعني. هو اللي قصدت اقوله او اللي هو يقصده، قول يا استاذ هشام تاني معلش. المقصود بشكرك يا استاذ علي، لكن هي الفكره ان هو ده هدف قوى الشر اللي دمروا بلادنا اللي هي سوريا والعراق وليبيا تحديدا، او 3 دول انتهوا للابد. مش هترجع العراق اللي احنا كنا عارفينها، مش هترجع سوريا اللي كنا عارفينها. ده في صوره كمان لصحفي يهودي بيضحك من قلبه وبيقول انه اثناء، لو لقينا الصوره دي على صفحه يوميات مصر ممكن نشوفها، اثناء ما كان موجود في ليبيا كان بيحميه مجموعه اشاوس عرب، جنود عرب، وبيقولوا له وهم بيشتموا في القذافي، بيقولوا له يا يهودي. طبعا الدين اليهودي على راسنا من فوق، لكن الفكره ان الراجل بيضحك بيقول انا الوحيد اللي كنت يهودي في وسطهم، هم بيحموني وبيدوروا على القذافي علشان يسحلوه. فهي دي الفكره يا استاذ علي، ان هم بيشككونا في قياداتنا ايا كان بقى. وقتها القذافي كان صح كان غلط، ده موضوع تاني. بتكلم في موضوع انه لما يحكموا بشار الاسد او يحكموا صدام حسين او يحكموا القذافي بأسوأ ما فيهم، ما كان فيهم وقتها، افضل مليون مره من الوضع الراهن، من وضع اللا دوله، من وضع ان ما فيش بيته مش موجود، بلده مش موجوده، اهله، شغله، عيادته، كل شيء اتدمر. فده المقصود بالكلام. لكن هو طبعا ولا يوجد عربي واحد يقبل للحظه انه اسرائيلي يحكمه، طبعا ده مستحيل يعني. انما الفكره اننا اللي قصدناه من الكلام انه في الاول وفي الاخر وصلونا لمرحله انه الناس بتبحث عن اي مكان امن في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في كل حته، وكانوا مستمرين لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو حافظ مصر بعت لنا الرئيس السيسي، بجد هديه من ربنا سبحانه وتعالى، وجيشنا وقياداتنا الشرفاء علشان يكون حامي مصر وحامي معاها كل الدول العربيه، لانه الشعوب العربيه شعوب طيبه بطبيعتنا، ما عندناش فيها، عايزين نعيش امنين، صدقني والله عايزين نعيش امنين، معظم الناس عايزه تعيش امنه. الكام حد اللي بنشوفهم في الفضائيات لاهداف كتيره وكبيره ومعروفه جدا ما لهمش اي لازمه جنب الشعوب. والشعب المصري محب لرئيسه ومحب لجيشه ومحب لبلده. وخلينا دايما نقول لبعض كده في برنامجنا وفي يوميات مصري، كلنا كمصريين ايد واحده وقلب واحد وسند حقيقي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه العالم كله بيحترمه جدا، وحضراتكم متابعين بيحترمه جدا، وكل مدى بيزيد احترامه وبيقال عنه كلام ما كانش حد فينا يتوقعه. يعني أنجلينا ميركل اللي هي المستشارة الألمانية قالت أحلى كلام في هذا الرجل. كل زعماء العالم بلا استثناء اتفقوا على إنه حقيقي عبقري سياسة، ده بجد، على إنه وطني جدا، على إنه فاهم قوي، على إنه مخلص قوي. الوحيد اللي مش بيحبه والوحيد اللي ضده هو الأوباما، والسبب إنه فشل له مخططه اللي كان في دماغه، وبذكاء ودهاء مصري بحت. بشكركم كالعادة، وبشكر جدا زمايلي الحقيقة، وتحياتي دايما لحضراتكم،
والصفحه موجوده معلش نشوفها بسرعه، صفحه يوميات مصري بالتلفزيون المصري. اللي عنده اي استفسار اي رساله يبعتها علشان دايما نتواصل معاكم بحب وبخير، ودايما نلتقي على خير. بشكر جدا استاذ هاني درويش، وبشكر جدا جدا استاذ هشام انيس مخرجنا الجميل، ويا رب دايما نلتقي على حب وعلى خير. جمعه قبيل.